هاي المكونات مبينة قدامكم: 3 رؤوس بصل، 3 فلفل ملون أو حسب الرغبة، اللي يريد أخضر بس أخضر، بس أصفر بس يعطي لون حلو للدولمة إذا ملون. و2 شجر كبار أو كوسة، و2 حبات باذنجان، و3 طماطة أو طماطة صغار طماطة كبار حسب الرغبة، و2 فلفل أخضر حار، هاي حسب الرغبة، ينطي شوية هم طعم وهم شوية يصير حار الدولمة، يعني شوية تحرق. هنا أنا بديت أحفرهن يعني. الباذنجان سويته على مرتين، يعني الباذنجانة أقسمها بالنص وأسويها. والطماطة هنا سهل تبين الطماطة ما أفتح الراس كلهم يعني من عندها، بس أبقي 3/4 أقص من عنده. وهاي الباذنجان بهالطريقة، وأخذت القشر هم حشيته، والداخل الباذنجانة هم حشيته، يعني كل الباذنجانة الوحدة صارت 4 بهالطريقة هاي. وهذا اليوقع من الحفر، كل اليوقع ألمه وهم بعدين أستعمله ويا الحشو. هنا تقريبا كيلو، حسب اللي يريد يكثر الرز، بس يعني الطعم يصير أطيب ذا شوية اللحم. كيلو لحم على قلاص ونص رز. وماجي حبتين ماجي، 7 بهار، كرفس، كزبرة، بصل، ثوم، ومعجون طماطة. وما أخلي زيت نهائيا، يعني هو اللحم مش قد ما يكون إما دسم أو مو دسم، يعني إذا يريد الواحد شوية صحية تكون ما يخلي زيت يعني، أو ما يخلي دهن أصلا يعني، لأن بكل الأحوال راح يوقع من عندها دهن، يصير بيها دهن يعني من دهن اللحم. هنا أنا بس هذا الزيت اللي استعملته تقريبا خاشوقة أكل، وهذا اللحم اللي يصير تحت الدولمة هم تقريبا براحة الواحد إيش قد ما يريد يستعمل، حسب الرغبة. هنا الطماطة والشغلات من أبدأ أحشيهم شوي، أخلي بيهم ملح يعطيها طعم يعني طيب للدولمة. والبصل سلقته يعني وهنا أنا تمر هند، فشي مهم نستعمل التمر الهند، يعطي طعم حموضة ويعني روعة يصير. بس أذب على التمر هند ما يحار على مود بسرعة ينهرس، يعطي نتيجة زينة يعني. وهنا شيء مهم لما تحشون ما يعني لا ترسوها كاملة، لأن هذا كل الرز راح ينفتح، يطلع الرز لو مهما واحد يسوي ما لازم يطلع الرز، بس يحاولوا يعني 3/4 للقطعة، يعني الحاجة اللي تحشوها. مثل سهل باذنجانة 3/4 خليت، حتى يعطي مجال لما تكبر الرز يكبر واللحم يكبر يكثر، فراح حتى ما يطلع على الجوانب. وهاي أسدها وأغرزها بعود مال نبش أسنان، مال العود الثقاب، واحد إذا عنده عودة يعني اللي يقدر يغرزها بيها. وهنا أنا هاي للطعم، هاي شوية يعني حشيت لأن ما تدخل لجوه، لأن عرقين الفلفل. بهاي الطريقة كملت، بقت شوية حشو، جبت ورق عنب وهم لفيته بيه، وخليت للحشو ليمون دوزي شوي للحموضة، على مود إذا أخلي حامض يعني ليمون حامض راح يصير هواي ماي بالدولمة، يعني يصير صعب تنشف لما الواحد يريد يطبخها، فإحنا ما نريد نستعمل هواي ماي بيها أو سوائل. هنا أنا خليتها لثاني يوم الصبح بالثلاجة، شوف الماي طلع إيش قد من عندها، مع ماني ما استعملت ماي. هنا هذا التمر هند، بس المي اللي خليته تقريبا نص كوب مي للتمر هند، نقعت بيه التمر هند، هذا راح أدبه فوقه. هذا الماي الوحيد اللي يستعمله، وشوية دبس رمان، 4 إلى 5 ملاعق دبس رمان فوق الحشو. وهذا التمر هند، النوع مال التمر هند هم ذبيته فوقه، وبعدين لما تستوي أقدر أشيله. شوف إيش قد ما صار بيها، شوف إيش قد ما صار بيها.
لأن الخضروات كلها تذب ماي، الطماطة كله يذب ماي. هنا أنا رفعت هذا التمر هند، النوى مال التمر هند. هاي بعد ما نضجت، يعني طعم روعة. هاي بقى شوية مية اللي عجبه، يعني صوص قليل صار بيها يعني بالأخير. هاي شوف حتى لا رز طلع من عندها ولا حشوها طلع، يعني صاكة وثابتة ومنظرها كلش حلو. وهاي الباذنجان هم أخرت العودان من عنده. شوف حتى الطماطة صاك بيها الحشو، يعني ما طلع، ما تفرط. وهذا اللي عجباني خليت قسم من الصوص رشيته فوقه يعني. وهذا اللحم والشغلات كلها. وأتمنى طريقة تعجبكم، وصحة ومليون عافية. وهذا شكلها النهائي.